السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تالتة إعدادي، جينا ميعادنا لحل أسئلة على القضية الفلسطينية أو مصر والقضية الفلسطينية. خد بالك يا نجم، الدرس مش سهل، الدرس محتاج تقرا مرة واتنين وتتفرج على الفيديو، ومحتاج إن أنت تحل عليه كويس جدا علشان يثبت أكتر، لأن الدرس مش سهل. تعال نبدأ كده نحل ونقول بسم الله. أول سؤال عندنا بيقول لي: أي الدول التالية امتنعت عن قرار التصويت على مشروع تقسيم فلسطين؟ احنا عارفين إن اللي امتنعت عن التصويت هي دولة بريطانيا. تراك 2: خرجت قرارات فرض الانتداب البريطاني على فلسطين في ابريل 1920 من دولة. احنا قلنا عندنا الاثنين اللي قالوا وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني هي قرار دول الحلفاء، وتاني حد كانت مين؟ مؤتمر سان ريمو اللي خرج من ايطاليا، فخد بالك من ايطاليا. السؤال اللي بعده: استولت اسرائيل على هضبة الجولان السورية بعد حرب. احنا قلنا عندنا اسرائيل خدت اراضي مرتين، مرة في حرب فلسطين ومرة في العدوان الاسرائيلي 67، فبالتالي في العدوان الاسرائيلي 67 هي اللي خدت فيها هضبة الجولان في سوريا، خد بالك من دي. يبقى 1967. عشان كده في الدرس كنت بحفظك حرب فلسطين 48، عدوان ثلاثي 56، عدوان اسرائيلي 67. السؤال اللي بعده: نجحت القوات المصرية في هزيمة إسرائيل في معركة رأس العش عندما حاولت احتلال، كلنا عارفين مدينة بور فؤاد. معركة رأس العش احنا هزمناهم لما حاولوا ان هم يخشوا مدينة بور فؤاد. السؤال اللي بعده: مصر أعلنت وقوفها بجانب سوريا طبقا لاتفاقية. قلت لك مصر عملت مع سوريا حاجتين: وحدة واتفاقية الدفاع المشترك. صدر وعد بلفور على لسان وزير خارجية. احنا عارفين ان اصلا وعد بلفور طلع من وزير خارجية بريطانيا اللي هو بلفور، بس هنا مش مكتوب بريطانيا، فاحنا هنعدل ايطاليا دي وهنخليها بريطانيا. السؤال اللي بعده: مدينة عربية تم تقسيمها بين العرب واليهود عام 1948. احنا قلنا عندنا مين المدينة؟ قلنا عام 1948 اللي هي حرب فلسطين، خدت كل أراضي فلسطين ما عدا قطاع غزة تحت إدارة مصرية أو بها قوات مصرية، وقلنا عندنا الضفة الغربية بها قوات أردنية، والقدس اتقسمت بين العرب واليهود، يبقى القدس. كانت مساندة مصر أشقائها العرب للاستقلال وراء مؤامرة. احنا لما ساعدنا الجزائر ضد فرنسا اتعمل علينا ايه؟ العدوان الثلاثي، كان 56، يبقى العدوان الثلاثي. وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني طبقا لمؤتمر. احنا عارفين ان فلسطين اتحطت تحت الانتداب البريطاني في مؤتمر ايه؟ سان ريمو، وخد بالك كان موجود في ايطاليا. السؤال اللي بعده: اعلنت مصر في وجه أو أغلقت مصر في وجه الملاحة الإسرائيلية خليج. قلنا خليج العقبة، وقلنا لإحكام الحصار الاقتصادي، خد بالك عشان هيجي إن شاء الله. أصبح قطاع غزة بعد انتهاء حرب فلسطين عام 1948 تحت إدارة لسه قايلينها مصرية. أرادت مصر الضغط على إسرائيل بعد حشد قواتها على الحدود السورية، وأنا بشرح قلت لك إن إسرائيل بدأت تضغط على سوريا، فأنا عملت إيه عشان أقلل الضغط؟ أعلنت وقوفي بجانبها، طلبت قوات الطوارئ الدولية بالانسحاب، قفلت خليج العقبة. يبقى اللي موجود هنا إيه؟ اللي هو إحكام الحصار الاقتصادي، اللي هو قفل خليج العقبة. بما تفسر، جينا الأسئلة التقيلة: ليه فلسطين لها أهمية خاصة في قلب كل عربي مسلم ومسيحي؟ احنا عرفنا ان فلسطين مهمة علشان ولد فيها السيد المسيح، أسري إليها سيدنا محمد، بها المسجد الأقصى. يبقى أقول له ولد فيها السيد المسيح. 2: أسري إليها سيدنا محمد. وقلنا آخر حاجة بها المسجد الأقصى. كمل بقى أنت يا نجم. السؤال اللي بعده: بما تفسر ليه مصر وقفت بجانب سوريا؟ أنا قلت لك مصر وسوريا عملوا وحدة واتفاقية الدفاع المشترك، يبقى ليه مصر وقفت بجانب سوريا؟ بسبب اتفاقية الدفاع المشترك. يبقى بسبب أهي اتفاقية الدفاع المشترك. بما تفسر ليه مصر قفلت خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية؟ بالله عليك خد بالك من السؤال ده، لإحكام الحصار الاقتصادي اللي فرضه العرب. يبقى لإحكام الحصار الاقتصادي
الذي فرضه العرب. السؤال اللي بعده، بما تفسر هزيمة الدول العربية في عدوان 5 يونيو. المستر وهو بيشرح قالها لي أول ما يجي يقول لي ليه اتهزمنا يبقى رقم 1 نقص الأسلحة، عدم توافر أسلحة متطورة، نقص التدريب، الولايات المتحدة كانت بتساعد إسرائيل هي والدول العربية. يبقى هقول له 1 أهي بسبب مساعدة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لإسرائيل، أدي 1. 2 اتباع إسرائيل عنصر المفاجأة. عندي حاجة تانية، التفوق العسكري لإسرائيل خاصة سلاح الطيران. وعندي نقص التدريب وعدم توافر الأسلحة، ممكن نكتبهم. السؤال اللي بعده، بما تفسر تقدم الولايات المتحدة الأمريكية لمبادرة روجرز. المستر قال لي أي مبادرة الولايات المتحدة بتقولها وقف القتال، يبقى هنا عملها ليه؟ لوقف القتال وحل النزاع سلميا، يبقى لوقف القتال وحل النزاع سلميا. السؤال اللي بعده، ليه أغلقت مصر خليج العقبة؟ حليناه برضه فوق، لإحكام الحصار الاقتصادي، لإحكام الحصار الاقتصادي الذي فرضه العرب. السؤال اللي بعده، ليه حكومة ثورة 23 يوليو عملت صفقة الأسلحة الشرقية مع الاتحاد السوفيتي؟ بما تفسر عقد حكومة ثورة 23 يوليو لصفقة الأسلحة، يبقى لتزويد مصر بالأسلحة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، عشان تزودنا بالأسلحة عشان نواجه الاعتداءات الإسرائيلية. بما تفسر حرب فلسطين. استنى، المستر قال لي أول ما تسمع حرب فلسطين أنقذ وساعد، يبقى إنقاذ الشعب الفلسطيني من ظلم أو بطش اليهود. 2 مساعدة الشعب الفلسطيني في إقامة حكومة وطنية. السؤال اللي بعده، بما تفسر هزيمة العرب في حرب فلسطين. المستر قال لي ليه اتهزمت في حرب فلسطين وليه اتهزمت الناحية التانية؟ عدم الاستعداد الجيد وعلشان الولايات المتحدة بتساعد إسرائيل، يبقى أقول له بسبب عدم الاستعداد الجيد للجيش العربي. 2 مساعدة الولايات المتحدة لإسرائيل. بما تفسر العدوان الثلاثي. المستر قال لي أول ما تسمع ليه اتعمل عدوان ثلاثي، أنا عملت 3 حاجات، ضايقت 3 دول، يبقى رقم 1 تأميم شركة قناة السويس. 2 مساعدة الجزائر ضد فرنسا. وعندي عقد اتفاق مع الاتحاد السوفيتي بس عشان ما فيش مكان. بما تفسر ليه فشل العدوان الثلاثي. قلت لك اول ما اسمع ليه فشل العدوان الثلاثي 2 وقوف و1 معارضه، وقوف الشعوب العربيه بجانب مصر، وقوف الجيش والشعب او المقاومه الباسله للجيش والشعب، ومين عارض؟ تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل. يبقى هقول له سبب وقوف الشعوب العربيه بجانب مصر. 2 المقاومة الباسلة للجيش والشعب. وعندي تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل وتنديد الأمم المتحدة بالعدوان، بس أنا قلت لك احفظ 3 بس. السؤال اللي بعده،
ليه بيعدي يوم 3 وانا بشرح الفيديو قلته ليه 23 ديسمبر عيدا للنصر وعيد سنوي لمحافظة بورسعيد؟ علشان ده اليوم اللي خرجت فيه انجلترا وفرنسا بعد ما عملوا عدوان ثلاثي. اقول له بسبب خروج انجلترا وفرنسا من بورسعيد في هذا اليوم. ليه مصر عملت وحدة بين مصر وسوريا؟ قلت لك من أهم الأسئلة. الدول العربية أدركت الخطر الإسرائيلي وإنه طمعان في العالم العربي فعملنا وحدة مع سوريا. يبقى أقول له بسبب إدراك الدول العربية الخطر الإسرائيلي وطمعه في السيطرة على العالم العربي. السؤال اللي بعده، هزيمة الدول العربية في عدوان 5 يونيو. بس يا مستر خلاص انت عرفتهاني. ليه اتهزمت؟ عدم الاستعداد الجيد، نقص الأسلحة، ونقص التدريب، وحاجة تانية ان الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتساعد إسرائيل. يبقى بسبب مساعدة الولايات المتحدة والدول الأوروبية لإسرائيل. 2 نقص التدريب وعدم توافر الأسلحة المتطورة. ماذا يحدث إذا جينا بقى للأصعب؟ لم تقم بريطانيا بإصدار وعد بلفور. إيه اللي هيحصل لو بريطانيا ما أصدرتش وعد بلفور؟ بص اسأل نفسك، هم لما أصدروا وعد بلفور إيه اللي حصل؟ سمحوا لليهود إن هم يهاجروا لفلسطين وسمحوا بانتقال الأراضي من العرب لليهود. إيه في الكلام ده؟ يبقى لم تسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين. 2 لم تسمح بانتقال الأراضي من العرب إلى اليهود. السؤال اللي بعده، ماذا يحدث إذا لم تتمكن مصر من إعادة بناء قواتها المسلحة بعد هزيمة 5 يونيو؟ هو احنا لما عملنا إعداد للقوات المسلحة عملناها ليه؟ عشان نتصدى للقوات الإسرائيلية؟ عملناها علشان نعمل حرب الاستنزاف، عشان ندمر إيلات، عشان نبني حائط من الصد. كل الأعمال اللي حصلت في المرحلتين دول انفيهم. يبقى لو لما تمكنتش مصر من إعادة بناء قوات المسلحة بعد الهزيمة لم تتصدى للاعتداءات الإسرائيلية. اكتب لم تتصدى للاعتداءات الإسرائيلية، لم يتم تدمير المدمرة إيلات. حاجة تانية، لم يتم بناء حائط من الصواريخ على الضفة الغربية. سهلة اهي. طب السؤال اللي بعده، ما النتائج المترتبة على تقسيم فلسطين؟ قلت لك اول ما اتقسمت فلسطين الشعب يسكت؟ والله ما يسكت. هيعمل ايه؟ انتفاضه، ثوره. 29 36 39. يبقى اقول له قام الشعب الفلسطيني بايه؟ بانتفاضه 1929 وثوره 1936. ماذا يحدث إذا قامت ما النتائج المترتبة على قيام مصر بتأميم شركة قناة السويس؟ قلت لك أول ما أممت شركة قناة السويس بريطانيا عملت عليها عدوان. يبقى أقول له أدى إلى قيام بريطانيا بالعدوان الثلاثي على مصر. ما النتائج المترتبة على إغلاق مصر خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية؟ مش أنا قلت لك لما مصر قفلت خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية راحت إسرائيل عاملة عليها عدوان؟ بس عدوان كان 67. يبقى أدى إلى قيام إسرائيل بالعدوان الإسرائيلي
على مصر. وممكن برضو نكتب أدى إلى إحكام الحصار الاقتصادي، يعني ممكن برضو أقولها وأدى إلى إحكام الحصار الاقتصادي. السؤال اللي بعده، ما النتائج المترتبة على العدوان الإسرائيلي في 5 يونيو؟ إيه النتيجة المترتبة على العدوان؟ لما اتهزمت في العدوان إيه النتيجة؟ احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء والضفة الشرقية لقناة السويس والضفة الغربية لنهر الأردن، وخدت هضبة الجولان وخدت القدس وخدت غزة. يبقى أقول له أدى إلى احتلال إسرائيل شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان في سوريا وخدت القدس وغزة. ما النتائج المترتبة على وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني؟ لا استنى، ده انت قلت لي اول ما اقول لك ايه النتيجة لما فلسطين بقت تحت الانتداب البريطاني؟ سماح السماح بانتقال عدد كبير من اليهود الى فلسطين، والسماح بانتقال ملكية الاراضي من العرب لليهود عن طريق الشراء. يبقى السماح بانتقال اليهود إلى فلسطين والسماح بانتقال الأراضي من العرب إلى اليهود عن طريق الشراء. السؤال اللي بعده، ما النتائج المترتبة على عرض بريطانيا قضية فلسطين على هيئة الأمم؟ فلسطين لما عرضت القضية على هيئة الأمم قلت لك هيئة الأمم قالت لك إيه؟ أن نقسم فلسطين دولة عربية، دولة يهودية، منطقة دولية. يبقى أقول له أدى إلى تقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية ومنطقة دولية اللي هي القدس. ما النتائج المترتبة على نجاح مصر في بناء حائط من الصد أو من الصواريخ على الضفة الغربية اللي هي في مرحلة حرب الاستنزاف؟ أدى إلى إيه؟ منع اختراق الطائرات الإسرائيلية الأجواء المصرية، أو منع اختراق الطائرات لمصر. يبقى أدى إلى منع اختراق الطائرات الإسرائيلية للأجواء المصرية. السؤال اللي بعده، ما النتائج المترتبة على نجاح القوات المصرية في حرب الاستنزاف؟ بص يا سيدي، هو حرب الاستنزاف حصل فيها ايه؟ حصل فيها حاجتين، بناء حائط من الصد او بناء حائط من الصواريخ على الضفة الغربية، وحصل فيه ايه تاني؟ قال يبقى بناء الحائط دي كانت اول حاجه، والقصف المستمر على خط ايه؟ بارليف. طب ايه النتيجه لما نجح القوات المصريه في حرب الاستنزاف؟ يبقى هقول له ادى الى بناء حائط من الصواريخ على الضفه الغربيه لقناه السويس، وحاجه تانيه والقصف المستمر على خط بارليف. نيجي بقى للسؤال اللي بيدوخك بقى، ما العلاقة؟ ما العلاقة بين الاتحاد السوفيتي والعدوان الثلاثي؟ احنا عارفين ان كان من اسباب العدوان الثلاثي ان مصر عملت اتفاق مع الاتحاد السوفيتي لتزويد مصر بالاسلحة، يبقى ده كان سبب. يبقى اقول له كان من اسباب العدوان الثلاثي قيام مصر بعقد اتفاق مع الاتحاد السوفيتي لتزويد مصر بالأسلحة. ما العلاقة بين نتائج الحرب العالمية الأولى والوضع السياسي في فلسطين؟ مش احنا عارفين ان بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى قررت دول الحلفاء بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني؟ يبقى الوضع السياسي في فلسطين اتغير لأن فلسطين بقت تحت الانتداب البريطاني. يبقى هقول له بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، بعد انتهاء الحرب
العالمية الأولى قررت دول الحلفاء المنتصرة وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. يبقى اتغير الوضع السياسي. ماذا يحدث إذا لا مش ماذا يحدث، ده زي ما احنا. ما العلاقة؟ ما العلاقة بين بقى ايه العلاقة بين الجزائر والعدوان الثلاثي؟ برضه نفس الكلام. من أسباب العدوان الثلاثي ايه؟ إن مصر ساعدت معظم حركات التحرر الوطني في الجزائر ضد فرنسا. مستر مش هقول الكلام ده كله. من أسباب العدوان الثلاثي ايه؟ إن مصر ساعدت الجزائر ضد فرنسا. يبقى أقول له كان من أسباب العدوان الثلاثي مساعدة مصر الجزائر ضد فرنسا. ما العلاقة بين الأمم المتحدة والقضية الفلسطينية؟ استنى، هو مش بريطانيا عرضت القضية على الأمم المتحدة؟ في الأمم المتحدة قالت لك هنقسم فلسطين؟ يبقى الأمم المتحدة كان ليها دور واضح. يبقى كان للأمم المتحدة دور واضح في القضية الفلسطينية، حيث وافقت على تقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية ومنطقة دولية. ما العلاقة بين 5 حرب الاستنزاف ومبادرة روجرز؟ احنا عارفين ان في حرب الاستنزاف قدم وزير خارجية الولايات المتحدة روجرز مبادرة روجرز لوقف إطلاق النار وحل النزاع سلميا. طب هو عملها امتى؟ أثناء حرب الاستنزاف. يبقى هقول له أثناء حرب الاستنزاف قدم وزير خارجية الولايات المتحدة مبادرة روجرز لوقف إطلاق النار وحل النزاع سلميا. ما العلاقة بين الانتداب البريطاني وعلى فلسطين والحركة الوطنية؟ احنا عارفين ان الشعب الفلسطيني قاوم لما حصل انتداب بريطاني وسمحوا بالهجرة. الشعب الفلسطيني سكت؟ لا طبعا. اللي هو الحركة الوطنية اللي هو الشعب الفلسطيني، لا ده عمل ايه؟ انتفاضة، ثورة 29 36 39. يبقى لما يجي يقول لي ما العلاقة بالانتداب البريطاني على فلسطين والحركة الوطنية، اقول له قامت الحركة الوطنية برفض الانتداب البريطاني، حيث قامت بايه؟ قامت بانتفاضة، ثورة. يبقى اقول له قاوم الحركة الوطنية والشعب الفلسطيني الانتداب البريطاني، وقام بانتفاضة 1929 وثورة 1936 بقيادة اللجنة العربية. كده احنا وصلنا يا نجوم لنهاية الحل. أتمنى نتفرج بقى على الفيديو ونشوف الحل، وهنحفظ الدرس صم إن شاء الله بإذن الله. وأنا كده عملت اللي عليا معاك، عملت لك الدرس، شرحته زي ما بشرحه، وربنا يعلم في السنتر انا بعمله معاك. انت كمان لو تديني وقت اكبر ده انا اعيد لك الدرس 600 مره، بس عشان انت ما تزهقش من طول الفيديو. اتمنى تكون شفت الدرس كويس. ودلوقتي بنحل الاسئله، ويبقى انا كده عملت كل حاجه معاك. ما تنساش بقى يا نجم تدعي لي دعوه حلوه، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في درس جديد، وهو درس حرب اكتوبر باذن واحد احد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.